هلو أهلا بيكم في الحلقة الثانية من بودكاست فهمني، تقدمه لكم أفنان نايف. وخلينا نحتفل شوية إن أنا عملت حلقة تانية. كل حلقة هحتفل لأنه it's a big deal بالنسبة لي، فكده يعني. هذه الحلقة بعنوان التغيير رحلة وليس حدث. أنا وجهة نظري أنا كأفنان عن التغيير كانت وجهة نظر عبيطة شوية، يعني طفولية شوية. إنه أنا هاتغير فجأة. أنا أي حاجة عايز أي تغيير عايزة يحصل في حياتي يحصل فجأة. أنا عايزة أبقى شخص أهدى، هيحصل حاجة في حياتي فجأة هتخليني شخص أهدى. عايزة أبقى شاطرة في الحاجة دي، يحصل حاجة فجأة تخليني شاطرة فيها. أنا عايزة ألتزم. أنا كنت طفلة مش بتذاكر، أنا كنت ذكية بس كنت بذاكر. فأنا عايزة أبقى بذاكر أكتر ودحيحة. هيحصل حاجة تخليني دحيحة، أنا قاعدة مستنية. طبعا ده ما كانش بيحصل، واللي كان بيعزز هذه الفكرة في دماغي الدعاة الشباب. كانوا دايما بيتكلموا عن قصة توبتهم. كانوا دايما بيقولوا انه حصل حاجة كبيرة، يعني مثلا حد صاحبهم توفى في حادثة مش عارف ايه، فشافوا موت الشباب فهذا ادى الى ان هم اتغيروا فجأة، راحوا من اقصى الشمال الى اقصى اليمين وهكذا. فانا كنت متخيلة ان انا كمان قاعدة مستنية بقى كل الصفات الوحشة اللي فيا، مستنيها تتغير. وما كانوش بقى يعني انا ما كنتش بسمع باقي الحكايه انه لما خدت قرار التغيير انا اشتغلت على نفسي. لا 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 لا، هو اتغير فجاه. لا لا، هو اتغير فجاه، فانا قاعده بقى مستنيه التغيير فجاه اللي يحصل لي ده. والحقيقه ان انا بسبب الاحباط الشديد اللي بلاقيه حوالين الناس في حوار التغيير ده، ممكن تكون دي حاجه داخليه جوه دماغنا كلنا. احنا كلنا مستنيين الحدث اللي يحصل فجاه اللي يخلينا كلنا نتغير من غير مجهود، او احنا متوقعين ان احنا اول ما نقرر نتغير هنتغير على طول مره واحده، هوبا يلا بينا احنا اتغيرنا. مش ان التغيير محتاج مجهود وتعب وسعي ومحاوله واتنين وتلاته. لا، احنا مش شايفين ده، احنا حاسين انه انا خلاص قررت اكون شخص منظم، نظمت البيت يوم وبعد كده مستني بقى ان انا احب اعمل ده تاني. مش هتحب تعمل ده تاني. لو انت ما غصبتش نفسك ترجع تعمل ده تاني انت مش هتعمل ده تاني. فالتغيير هو مش لقطة في الفيلم، هو الفيلم كله. لان احنا طول حياتنا هنفضل نتغير، وهنفضل ندخل عادات جديدة في حياتنا ونخرج عادات، هنفضل نتعلم حاجات جديدة، هنفضل نتغير. والشخص اللي ما اتغيرش من 10 سنين، هو كل حاجة حواليه اتغيرت معاه، ده هو زمان هو واقف مكانه. دي حاجة غلط. فالتغيير كده كده بيحصل في حياتنا طول الوقت. ازاي نتعامل معاه، ازاي ندخل عليه، ازاي نعمله، ده اللي ممكن نتكلم فيه في حلقة النهاردة. رقم 1، لازم نتقبل فكرة ان التغيير بدايته غتتة جدا. مش هقولك اصعب لان في مراحل كتيرة في التغيير صعبة، بس من اصعب مراحل التغيير يمكن ارخم ارخم مراحل التغيير هي البداية. هي انك تدخل جوه الموضوع وتكمل في الاول. القرار سهل، كلنا بنقرر نتغير كل يوم، بس نبدأ ونعدي مرحلة البداية دي ما نقفش عندها صعبة. ناس كتير جدا بتقف في الأول ليه؟ داخلين بحماس وبطاقة هوبا يلا بينا، وهوب اتخبطنا بالواقع بتاع أنا محتاج أعمل إيه عشان أتغير. أنا محتاج ألتزم، أنا محتاج أكمل في الحاجة دي وأنا مش عايز، أنا محتاج أستمر شوية حلوين واحشر العادة دي جوه يومي، واحشر الحاجة الجديدة دي جوه حياتي وجوه مخي. مثلا انا محتاجة ابطل اشتم، انا لازم امسك لساني كل مرة هموت واشتم فيه. دي حاجة صعبة جدا بالنسبة للناس اللي متعودين على ده. دي عادة وحشة قوي انها تبقى عندك، فانت لو عايز تبطلها بطلها. انا عايزة ابطل سجاير، الصداع والاحساس الرخم والدوخة في الاول كل شوية عايزة اروح اجيب مش عارف ايه. انا عايزة التزم بالصلاة. الصراع والتفكير والخناقة اللي بيني وبين دماغي كل يوم عشان أنا لازم أقوم أصلي 5 مرات، كل دي بدايات رخمة. أنا عايز أتعلم حاجة جديدة، أنا داخل على حاجة مش فاهم فيها حاجة، لا أفقه فيها شيء، وبغصب نفسي إن أنا أقعد على مكتب وأقعد أذاكرها
وانا مش فاهم فيها حاجة وانا لسه مبتدئ. فدي حاجة بتاخد مننا مجهود وبتاخد مننا طاقة، بتاخد مننا آم، صراعات، ودايما الكل بيقف في الاول. معظم الناس اللي بتحاول تتغير وما بتكملش في اللي هي بتحاول تعمله هي ناس وقفت في الاول ما قدرتش انها تكمل. البداية مربكة، مرهقة، ومش لذيذة خالص، يعني مش enjoyable بأي شكل مش ممتعة يعني. فلو عديت المرحلة الأولانية دي أنا كده برنس، أنا كده حصلت على بادج برنس. التغيير عامل زي الزراعة وفرستريتنج، يعني هو مستفز قوي لأنه عامل زي الزراعة. انت مش شايف الجذور اللي تحت الأرض، مش حاسس بالجذور اللي انت بتبنيها في الحاجة اللي انت عايز تغيرها أو تعملها. عمال بتحاول ومش حاسس بالإمباكت. انا بقالي كتير قوي 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 بحاول في الحاجه دي، وبعدين بس في يوم هتروح تلاقي في صقلولة صغنونة طالعة كده من الأرض. يا نهار أبيض، أنا بقالي كل ده بحاول وده اللي طالع. بس دي عملت جذور محترمة في الأرض عشان تبقى شجرة في الآخر. أنت بتزرع إيه؟ أنت بتزرع حبة فاصوليا هتشوف النتيجة من بخة مية في منديل، ولا بتزرع شجرة محتاجة تثبت جذورها في الأرض كويس قوي عشان تبقى شجرة تفضل معاك سنين وسنين وتطرح ثمار؟ فاهمني؟ البداية في أي تغيير مربكة لأن أنت مش شايف أي إمباكت، مش شايف أي حاجة. إنه أنا هو أنا كل اللي أنا عملته ده فعلا في نتيجة. بس أنت كمل شوية كمان، عدي مرحلة البداية وهتبدأ تشوف الطرح، هتبدأ تشوف النتيجة بتاعة السعي اللي أنت عملته وبتاعة التغيير اللي أنت بقالك كتير بتحاول فيه. ولأن التغيير عامل زي الزراعة، احنا بنتخيل ان الناس اللي حوالينا اتغيرت فجأة. الناس اللي بتتغير بالتدريج وبالراحة وعلى مهلها، احنا بعد فترة انه ايه ده، هم اتغيروا قوي كده ليه فجأة؟ ما كانش فجأة، هي النتيجة ظهرت فجأة، النتيجة النهائية ظهرت لنا فجأة، بس التغيير ده كان حاصل على مدة طويلة قوي، سواء سلبي او ايجابي. لو حد انت قابلته بعد فترة فجأة لقيته خاسس، هو ما خسش فجأة، مفيش حد بيخس فجأة، هو بقاله كتير قوي بيخس، بس انت لسه شايف بعينك النتيجة دلوقتي. لو حد بقالك كتير ما قابلتوش واول ما قابلته حاسس انه هادي وساكت، اهدى من العادي، هو ما هديش فجأة، هو حصل حاجات كتير قوي وصلته للمرحلة دي. لو انتوا ما قرأتوش كتاب Atomic Habits، العادات الذرية، اقرأوه. يعني لو انتوا عايزين تتغيروا او تدخلوا عادات جديدة في حياتكم او تتخلصوا من عادات مش لذيذة، وفي كتاب عايزين تقرأوه يساعدكم على ده جدا، هو Atomic Habits بيتكلم في حتة آه، المعادلات بتاعت ازاي ادخل عادة وازاي اطلع عادة، هربط عادة بعادة، طب واكمل عليها ازاي، طب وهيئ الجو المحيط بيا ازاي ان العادة دي تبقى easy access. لو انت عايز تلتزم بعادة لازم العادة دي تبقى سهل الوصول ليها، سهل انك تعملها كل شوية. فلو حابين ان انتوا بجد تعرفوا المعادلة الدماغية، ازاي دماغنا بتشتغل وازاي نقدر ندخل عادة جديدة فيها او نخرج عادة، اقرأوا Atomic Habits، هينفعوا جدا 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 في النقطة دي. اتكلمت في الاول خالص عن التغيير المقصود، اللي هو انا بحاول اتغير، فانا هعدي مرحلة البداية، بعد كده هستمر على التغيير ده، وبعد كده هحاول ان انا التزم فيه، والنتيجة في الاخر هتظهر لنا بعد الكثير والكثير والكثير من السعي. خليني بقى اكلمكم عن تغيير الغير مقصود. احنا بنتغير ساعات من غير ما نحس، لان life is lifing، الحياة بتحيا واحنا بنحيا فيها، وبيحصل احداث وحاجات، وبيدخل ناس وبيخرج ناس وكده، واحنا بنتغير اوقات كتير من غير ما نحس.
وبرتم بطيء جدا، وفجأة نعمل ردود أفعال متوقعناهاش من نفسنا. فجأة ناخد اختيارات ما توقعناهاش من نفسنا. فجأة نحس مشاعر نحس إنها مش بتاعتنا. أنا ليه بحس كده دلوقتي؟ والتغيير الصادل ده بيحصل عشان إحنا بنركز مع الكل وبنركزش مع نفسنا، وبنفوت حتة إن إحنا كل فترة نقعد مع نفسنا كده ونتعرف عليها. أنا فاكرة إن أنا أيام الجامعة بسبب مجتمع جديد بعادات جديدة وبلا بلا بلا، فجأة لقيت نفسي، أو ما حصلش فجأة، أو حصل على زي ما قلت لكم على وقت طويل، بس أنا لاحظته فجأة باخد ردود أفعال وباخد قرارات وبتعامل بطريقة عكس ما أنا كنت متخيلة عن نفسي. يعني أنا عارفة إن أنا عندي 1 2 3 4 صفات، فجأة لقيت 3 و4 مش موجودين أو اتغيروا بحاجة تانية. هو ده حصل إمتى؟ من الوقت ده يمكن بقيت كل مثلا سنة سنتين أقعد مع نفسي كده أفهمها. هو أنا فين دلوقتي في الحياة؟ هو أنا إيه اللي اتغير فيا عن سنتين فاتوا؟ ساعات بلاقي تغييرات وساعات ما بلاقيش، ساعات بلاحظ التغييرات وساعات ما بلاحظهاش، برجع ألاحظها بعدين، بترجع التغييرات دي تفاجئني. فده عادي. في ناس بتتخض من نفسها، في ناس بتكره نفسها، في ناس بتحس إنه هي مش هي وبتوه، بس التغيير ده طبيعي. عشان اتعامل معاه، عشان اهندله، محتاج ان انا كل فترة اقعد مع نفسي، ومحتاج اصلا اتقبل فكرة ان انا طبيعي اتغير من غير ما اختار ده. طبيعي حاجات تحصل في الحياة تأثر عليا من غير ما اختار ده. وسنة سنة مع الوقت هبدأ استوعب ايه أثر عليا وايه ما أثرش، فأنا اللي اتحكم في التأثير. والله غياب الشخص الفلاني أثر عليا في فترة من حياتي بشكل كبير وغير فيها حاجة جذرية. لو حد تاني غاب مش هخليه يأثر. أصلا أنا عرفت إن غياب الأشخاص العزاز عليا بيأثر فيا، فلما حد تاني يغيب همسك نفسي، هقفش نفسي إنه انت مش عايزين يأثر علينا زي المرة اللي فاتت. فزي ما بتقعدوا تتعرفوا على ناس جديدة في حياتكم، وزي ما بتقعدوا تدولهم بقى سؤال ايه لونك المفضل، أنا عمري ما كان عندي لون مفضل على فكرة، كل شوية يتغير. في فترة من حياتي كان أزرق، كنت بكره الموف، وبعدين بقى لوني المفضل، دلوقتي بقى بينك، كل شوية بيتغير. أنا كل مرة بقعد مع نفسي بقول لنفسي هيا يا أفنان، انتي لونك المفضل ايه؟ أكتر أكلة بتحبيها ايه؟ أكتر شخص بترتاحي معاه ايه؟ وأبدأ أتعرف على نفسي كأني في ديت، أنا بتعرف على نفسي من أول وجديد، وإجاباتي بتفاجئني لأني بتغير، ودي حاجة صحية. والحلو في حتة ان انا كل فترة اقعد مع نفسي اشوف انا اتغيرت في ايه، دي بتخليني ارجع نفسي على التراك اللي انا عايزة امشي فيه. والله انا فجأة لقيت نفسي بتغير رايحة لحتة ان انا رجعت ابقى عصبية تاني. احنا عايزين نمشي في اتجاه تاني. والله لقيت نفسي ان انا بقعد على الموبايل كتير، بدوم سكرول كتير، بلعب جيمز كتير. لا 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 لا، عايزين نقضي وقت في حاجات تانية احسن. فالتغيير هيحصل. انا بقى قررت اجوز ذا فلو، ولا كل فترة انا ابقى ان كنترول في التغيير اللي انا ماشي فيه. يعني تاني اقول كده كده هنتغير، كده كده هيحصل حاجات في الحياة هتخلينا اشخاص مختلفين مع الوقت. انت مش انت نفس الشخص من 10 سنين، ولا هتبقى نفس الشخص كمان 10 سنين، وذاتس اوكي. انا بقى اللي هتحكم في الباث، في الطريق بتاع التغيير بتاعي ده يبقى ماشي ازاي. وزي ما قلت في اول فيديو، ده عنوان الحلقة، التغيير رحلة. يعني هي حاجة هتفضل معانا في رحلتنا طول الوقت، هو جزء من الرحلة. التغيير في محطات بنقف فيها نرتاح نشوف احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط، ولكنه رحلة معانا طول ما احنا عايشين. فلازم نتقبله ونعرف ازاي نتعامل معاه، ونعرف ازاي نستغله في صالحنا. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، اتمنى ان تكونوا استفدتوا منها. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وسبسكرايب، وقولوا لي في الكومنتس رأيكم فيها. لو حاسين ان في حد من صحابكم ممكن يستفيد بالحلقة دي ممكن تبعتوها له. و انا مبسوطه جدا جدا ان انا كملت للحلقه التانية في البودكاست. بليز سبورت مي عشان اعمل الحلقه التالتة. ولو في موضوع معين حابين ان انا اتكلم عنه اكتبوا لي برضو في الكومنتس. وبس كده، فاهمني؟
فهمك.